ظهور الفترة الأخيرة ظهور محللين المنتمين لنادي الزمالك بيمدحوا في الأهلي وبيمدحوا في شوبير وكأنه جو من كوكب تاني، كأنه ميسي ولا كريستيانو. الناس اللي زي خفاجي وناس كتير عشان بيتملقوا النادي الأهلي وجمهوره عشان يطلعوا على القنوات. عايز أعرفكم بس إن الزمالك آخر 16 ماتش في الدوري استقبل أهداف في 5 ماتشات بس، 5 ماتشات بس. يعني المهدي سليمان لو ارقام الشوبير عامل ارقام المهدي سليمان كان زمانه دلوقتي بنوا له هرم رابع في مدينة العالمين الجديدة. يعني حاجة في منتهى العبث اقسم بالله. عموما اداء نادي الزمالك لولا وجود المهدي سليمان، واحد زي بنتايك، الونش، عمر جابر، عدي الدباغ، كنا شلنا امبارح كتير، كنا شلنا قبح. يعني اداء عايز جيوش من حرف الخاء. لا شغل تكتيكي، محدش يقول للمدرب، ومش عايز ادعم المدرب لان انا مش شايف اي عمل هيجي من المدرب، ولازم مدرب اجنبي لازم. والمدرب بتاع ده الجيش الملكي دلوقتي في فري، ممكن نجيبه عادي معاك، ممكن تلبس والله معاك. بس انا عارف ان ده مجلس اداره فاشل بكل المعاني، فاشل بكل حاجه، افشل مجلس اداره، فشل في كل حاجه. طبعا كلنا عرفنا قضية القيد، ايقاف القيد الجديدة اللي لبسها نادي الزمالك عشان 200,000 دولار. 200,000 دولار دي مش فلوس في الزمالك، يعني مش اللي هي رقم نلبس عليه قضية ونرجع تاني يقول لك ايقاف قيد تأديبي بيأيد عشان الحياة اللي هي قلة الأدب دي. اقسم بالله الحياة دي حياة قلة أدب، ان انت ترفع عليك قضية وتوقف لك القيد فترتين عشان ايه؟ 200,000 دولار. نادي الزمالك يقف في قيده عشان 200,000 دولار، وواحد يقول لك هتدفع وتتفك معه، بس بتتحط لك برضو في السابقة، تحس ان هي كده زي سابقة وبتتراكم، وفي الاخر يجي لك ايقاف قيد تأديبي. انت دلوقتي بتحاول ان انت ترفع القيد التأديبي في الشتاء، مش هتعرف بسبب القضايا الكتير. انت بقيت نادي سوابق، وكل ايقافات القيد اللي حصلت لنادي الزمالك ما شفناش غير في تاريخ حسين لبيب، من اول ما يجي لجنة توقف القيد بسبب حسام اشرف وهو كان في مجلس الادارة. ومن بعديها بقى بدأنا لإيقافات القيد بقى العالمية، بقينا من أكتر الأندية في التاريخ اللي بتوقف لها القيد. يا جدع اتقوا الله بس شوية عشان نخلص من الحوار ده. في النهاية ده ولا كان لعب ماتش امبارح، ده ولا كانت كورة بتتقدم. احنا لولا رعونة لعيبة البنك الأهلي كنا شلنا قبح وتألق المهدي سليمان، لولا كده كنا هنشيل قبح بصراحة. اللعيبه تضغط على نفسها. احمد شريف دي كوره يا بابا، دي كوره. شيكو بنزل العشوائي بيلعب بقى افضل منك مليون مره ومؤثر عنك مليون مره. ناصر يمنسي انت تقعد يابا لما تجيب لياقتك كده وتبقى فورمة لعيب كوره. انت مش كل توقف، سواء توقف دولي توقف مش دولي يابا بترجع بتاكل محشي كتير ولا اهدى يا بابا. يا ناصر يمنسي الكوره دي، لعيبه الكوره دي لها اسلوب حياه مختلف، مش لازم تاكل محشي كتير عشان انت لعيب كوره. انت مضيع علينا ماتش الاتحاد امبارح، مفيش شفت حسام اشرف جسم مهاجم بس جسم لعيب كوره، طلع عمل جامب مش هتعرف تعمله لو قعدت بجسمك ده 20 سنه. الكره اللي عملها البري باص اللي عملها لمحمد السيد مش تعرف تعمله لو 100 لف جسمه 180 درجه ولعبها، مش تعرف تعمله لو قعدت بجسمك ده 500 سنه.